المهم غادي نتفاعلوا مع هذا السونطح بن هذا دكتوراه، هذا دابا النخبه الجزائريه، المدرسه الجزائريه. هذا دكتور، قال لك دكتور في علم الاجتماع، تاع سوسيولوجيا من عمي. اسمع. الى السعيد ابرطوش، هذاك البرطوشي هذاك ابرطوش يتحدث درك الان. دابا شوف، يبدو انه دابا ملي غادي يقول لي انا ابرطوش زعما راه صافي يغلبني، فهمتي كيفاش. هاد القضيه هذه كانت في النظام القبلي. دابا كنتكلم معكم اونتروبولوجيكمون بارلون. هاد القضيه هذه كانت في واحد الوقت واحد السلاح حين يصير الامر، يعني يصير الانسان عاجزا على انه يغلبك ماديا، كيولي يغلبك رمزيا. كيف؟ كيعطيك شي القيمه، ما يسمى بالقيمه، داك السميه يعني كيبدا يعني ينقص منك عبر تسميتك شي اسم هكذا، ما فهمت عنده شي. المهم هذه معليش مقبوله، معليش في اطار الحرب. الحرب بيناتنا ماشي مشكل، انا ما عنديش مشكل، نو بروبليم. زيد. انه الضربه نتاع فرحه الجزائريين بالخروج منهم المتهم كثيرا، يعني خلاته فريمون، خلاتهم يهلوسوا حتى في الكلام على فكره. بلاتي دكتور العبيط الغبي، وانت سوسيولوج كما تدعي، او على الاقل دارس للسوسيولوجيا كما لا اعتقد، لان انا لا اعتقد انك دارس السوسيولوجيا وما كنعرفوا في السوسيولوجيا. لانك لو كنت فعلا تعرف شنو هي السوسيولوجيا غتعرف بان ردود الافعال اللي عبر عليها الشعب الجزائري في الشارع، هذوك الناس اللي خرجوا باش يفرحوا بالخساره نتاع المنتخب المغربي، هذاك دليل ضدكم. هذا دليل في اطار التنفيس البسيكوسوسيولوجي او بسيكولوجيه الجماعه او سيكولوجيه الجماهير. الا قريت شويه داك سيكولوجيه الجماهير يا عبيط يا الدكتور نتاع السوسيولوجيا الغبي. في اطار التنفيس، في اطار الكبت، في اطار عدم وجود اي مساحه للتعبير عن الفرح واي مبرر واي سبب للتعبير عن الفرح، فانتم يا عبط يا زبط يا هبط يا علم اجتماع الغبي لقيتوها فرصه باش تفرحوا بخساره الجار او الاخر، على اعتبار ان خساره الجار تعني فوز نتاع الجزائر. هكذا حسبتوها يا اغبياء، وبالتالي فهذا مشكل نفسي عندكم. اما بالنسبه للمغاربه اقسم بالله العلي العظيم، الى انا فرحت، انا حين كنت حزينا لوحدي لخساره المنتخب المغربي كنت حزينا. علاش؟ لان اعتبرت ان المنتخب ديالي خسر. ولكن حين رايت وشاهدت وتابعت ان الهزيمه تاع المنتخب ديالنا شكلت لديكم فرحه استثنائيه لم يستطع نظامكم منحكم اياها. النظام نتاعكم بكل ما لم يفعله من اجلكم لم يستطع ان يخرجكم الى الشارع للتعبير عن الفرح، باستثناء فرحه يتيمه دارها لكم بليلي الله يذكره بالخير. إذا منذ بليلي لم يستطع أحد من مسؤوليكم أن يخرجكم إلى الشارع تعبيرا عن فرح تجاه إنجاز جزائري محض. فهمتي يا السوسيولوجيا العبيطة؟ فهمنا؟ إذا فهذا الخروج نتاعكم أمر يفرحني أنا شخصيا، غنتكلم على راسي، وأعتقد أنه أفرح الكثير من المغاربة، لأنه فعلا كدتم تموتوا بغيظكم، كدتم تموتون كمدا، كدتم تموتون كمدا. ما كاين والو صاحبي في الجزائر، لا والو، من هزيمة إلى هزيمة ومن ضربة إلى ضربة. فكانت فرصتكم وفرصة النظام نتاعكم أنه يخرج معكم داك الشيء نتاع الدريفتين ديال البوليس وما إلى ذلك باش تنفسوا، باش تعبروا على داك الفرح الذي تأجل إلى حين. راه أنتم على بالماضي ما صدقش، ما صدق لكمش لا في الكاميرون لا في التأهل إلى قطر ولا في كوت ديفوار. فالرهان تحول الى ان الجار خصو يخسر، مع العلم ان هذا الجار كما قلت لكم يا عبيط يا غبي خسر في الثمن ماشي عندكم، وخسر وهو عنده انتصارين وتعادل، في الوقت اللي المنتخب ديالكم عنده تعادلين وخساره عبرتم عنها انتم بانها جنائزيه، خساره جنائزيه، اعلامكم قال ذلك، فضيحة تاريخية للجزائر. إذن هذه سالينا. زيد السي قندح، زيد كمل السي قندح، زيد. فعمك ابرطوش واش يقول؟ قاعد يقول بانه
حين يتم استقبال الأجانب في الجزائر من قبل الرئيس تبون، شوفوا اللباس نتاعو برك، حب يقول لباس غربي، حب يقول انه اللبسه الصفراء هذيك اللي فيها المرض تاع الصفير نتاع الملك نتاعو تعبر على الطابع المغربي. فهمتني؟ حاجه كبيره اللبسه الصفراء هذيك الشيفونه الصفراء. بلاتي قبل ما تسب العبيط الغبي، دعني نعطيك شويه ديال الدروس الغبي. هذا ما يؤلمكم وقد آلمكم الأمر، لأن في واحد اللايف درتو هذه واحد 5 أيام قلت بأن رئيسكم ما عندوش باش يفتخر بالتدزيريت ديالو على مستوى اللباس ديالو، على مستوى الحضور ديالو، الطقوس ديالو هو كرئيس على الشيل اوفيسيال، على المستوى الرسمي ما كايناش تدزيريت عندكم كاع. لو كوتي الجيريان، ليسبري الجيريان، الالجيريانيتي الا بغينا نسميوها بهذا اللوجيك هذا ما عندكمش، ما كايناش. ياك فقساتكم الدعوه جيتي تتكلم على الجلابه البزيويه نتاع سا ماجيستي. يا عب سير قرا، سير كتب الجلابه البزيويه، سير كتب الثمن تاع الثوب البزيوي يا عبيط ويا غبي. اش كنقول لكم انتم؟ راه قال لك شيفونه. سير ابن عمي قرا على الثوب البزيوي والجلابه البزيويه التي تصنع في بزو وتباع في بزو باقليم ازيلال قرب بني ملال، اللي اختي امازيغيه راه حاضره هنا كتسناني غير نقول لها تحيه للناس بني ملال وتحيه للناس ازيلال وتحيه للناس بزو. يا عبيط ويا غبي، ها هي صفه التران كاع من هنا حتى البزو. الغبي العبيط، سير قرا شويه الجلابه البزيويه كيفاش كتصاوب. اغلى انواع الثوب هو الحرير البزيوي. الغبي العبيط. والطقوس باش كيتباع داك الثوب البزيوي في تما في بزو ما بقاتش عندكم. ما نتوما واش عندكم شي طقوس، عندكم شي تقاليد لا في الصناعه لا في التجاره؟ كيتباع بسوباستا، كيتباع بواحد الطريقه ديال سوباستا غريبه جدا، واحد الفرجه مزاد. هذاك الثوب البزيوي كيتباع في مزاد، ما عندكمش هذا الشيء يا عبيط ويا غبي. انتم لقطاء. تم قطع الرحم التي تصلكم بتاريخكم وبثقافتكم. قطعت الرحم من طرف العثمانيين وبعدها من طرف الفرنسيس يا عبيط. أنا لا أقول أن ما عندكمش تاريخ ولا ما عندكمش تراث. تم قطع الرحم، صلة الوصل بينكم وبين تاريخكم تم قطعه من طرف العثمانيين والفرنسيين وبعدها من طرف بومدين الذي خرب ما تبقى من رائحة الجزائر لديكم يا عبيط يا غبي. بومدين الذي ربطكم مع جمال عبد الناصر والعفلقيين والصداميين على ظهور الدبابات والجنرالات. اش كيفهموا الحمير في سكين جبير؟ ماذا يفهم الحمار في سكين جبير؟ والحمار هنا هو بومدين والجنرالات الجزائريين. ماذا يفهمون في سكين جبير؟ وسكين جبير هنا هو الثقافة والحضارة والتنوع واللمسة الجزائرية التي فقدت لديكم من طرف نظام عبيط أراد أن يسترد. اش غيسترد؟ اش غيسترد؟ تمعنا علي، فهم شويه علي، فهم. انا ماشي معصب، انا هو في الحقيقه انا معصب لان هذا النوع هذا اللي عندكم والله العظيم الا يشوهوكم. انا كنستنى يجي شي واحد هكذا اونتروبولوج، شي سوسيول، ولكن كاع سبحان الله المثقفين ديالكم اللي قراو التاريخ ديال بصح واللي قراو التدزايريت نتاع بصح، فراسكم بانه المفكر الثاني دابا الان الذي يهدي كتبه جميعا ومكتبته جميعا للمخزن ارغونا جدك. عندكم واحد الرجل، واحد الفيلسوف يفترض ان يفتخر به في العالم من طرف الجزائريين تاع العالم. هذا الفيلسوف ارغون نهار اللي مات وصى بكل كتبه ومكتبته وبكل ما لديه للخزانة الملكية المغربية. يا جدك سير قرأ على محمد أركون. اش غدير؟ عندكم أسماء بعينها
تمغربت وقرات الثقه في المغرب والمغاربه وما قراتهاش فيكم. وسير قرا على اركون وسير تفرج في اركون وشوف لي هذه القضيه نتاع اركون يا عبيط ويا غبي. اذا يا شكري، دكتور شكري ولا مع فارس يا دكتور فارس العبيط، انا بغيت نعرف هذاك الدكتوره منين جبتيها وانت لا تفقه شيئا في كل هذا وذاك. هذيك الجلابه يا غبي من اغلى انواع الثوب، الحرير البزيوي، كتصاوب في منطقه بزو، وهي الروح نتاع التقاليد نتاع الاثواب المغربيه. العمق مئات السنين ديال التقاليد في الصناعه وفي التسويق نتاعها، حتى في البيع نتاعها يا غبي ويا عابط، ما زال الى الان كتباع في المزاد العلني، وتقدر توصل حتى 4000 5000 6000 7000 درهم للمتر. المتر ديال التوب، ماشي المتر كاري نتاع الدار، لان يبدو انك ما كتفهمش دابا حتى الفرق بين المتر كاري والمتر نتاع التوب وكذا. فهمتي يا اسونطوح بنو قنطوح؟ زيد انا دابا شرحت لك داك الثوب اللي كيلبسو صاحب الجلاله في الجلابه ديالو يا غبي، من ارقى انواع الثياب في العالم. زيد وهو ما عندوش كيروح لهولندا وكذا، هاك تشوف نوعيه اللبسه اللي يلبسها الشيخ، وكي كان مطايش خصكم تشوفوا الفيديو الطريقه باش كيهضر، طريقه زماحيه نيشه ما فيهاش نقاش. هذا في اطار التحليل النفسي ديال الحركات ديالو، ديال السكنات ديالو، ديال شفايفو كيفاش كيحركهم، ديال كذا، طريقه زماحيه ما فيهاش نقاش. كائن زماحي بامتياز، ولا ما عرفش راسو انه زماحي غادي يكتشف الامر بعد ماشي بزاف. انا كنتوقع على انه غادي يكتشف الجانب الزماحي فيه يعني في اقرب وقت. أزماح انت لا تفرق بين ما هو رسمي وما هو شخصي. اللباس الشخصي يا عبيط يا غبي هو اللي لابسو دابا سعيد برموس، كيدير فيديو كيلبس، مره يلبس تريكو كول مونتي، مره كول في، مره يلبس عندها علاقه مع فين غادي، واش غادي للاداره ولا غادي للبحر ولا غادي للحمام ولا غادي للجامع يا غبي يا عبيط. لكل مكان ولكل مناسبه ولكل زمان لباسه. هادشي ما عندكمش، اش غندير لك هاك ونزيع بنو بوزيع؟ انا تقدر تلبس شي زمر هنايا بشي شي رمز ديال شي حاجه وتدخل الجامع تصلي انت عادي عندك. لا قزيع بنو كنزيع. لبسه الحمام ماشي هي لبسه الجامع، لبسه الجامع ماشي هي لبسه البحر، لبسه البحر ماشي هي نتاع الشارع ماشي هي المدرسه ماشي هي نتاع الدار. فهمنا؟ وفي الدار اللبسه نتاع الصالون ماشي هي اللبسه نتاع الكوزينه يا غبي ويا عابط. يا غبي يا عابط. اذا ملي كنتكلموا على الامور الرسميه اقزيع، سير شوف لي مثلا اقرب مناسبه كانت فيها التقاليد نتاع الدوله اللي دوله، الموت نتاع اليزابيث في انجلترا، وسير شوف الطقوس ديال الموت وما بعد الموت والتسليم ديال السلطات في بريطانيا ديال اليزابيث اللي ماتت. تما غتبان لك دوله. شوف لي الجابون كيفاش كيتعاملوا بشكل رسمي في المستوى الاعلى ديال الدوله نتاعتهم. اليابان اقزيع بنو كنزيع. اما تقول لي السيسي ولا سميتو قالها من بعد نرجع عندها. حنا كنهضروا على ناس اللي فعلا هز الهم لبلادها، هز الهم ليماج نتاع بلادها. سمعت؟ زيد. ايوا ما بقايش في التروطوارات سكران. راك شفت نوعيه اللباس اللي يلبس فيه، يلبس اللباس المغربي شوف داكشي اللي كديروه ديال القضيه سكران مسكران خليونا ساكتين الله يرحم لكم الوالدين وما نجبدوا لكمش السيد. راه عارفين تجربته مع الشراب، وعارفين اش كيدير بالشراب، وعارفين انه الا كان شارب كيفاش شنو كيقول، والا كان منفح شنو كيقول. خليونا من داك النقاشات. طلع عالم الاجتماع ديال تزومحيت، طلع عالم الاجتماع ديال التزومح. زيد. تقولش عليه جاي من الاخرى تاع البعير حاشاك، هذيك الاصفر تقولش عليه تقي عليه واحد سنغولي. شتي الراسيزم كي داير؟ هذا عالم اجتماع ومازال كيفكر الاخرين بمنطق سنغولي كحلوش كحل. شت العقده ديال هذا النوع اللي رباه النظام الجزائري على انه ما عرف شي عرق ولا شي جنس زعما. فهمت؟ زعما واعر هو.
وانا الاخر خصو هو يتهجم عليه. راني شرحت لك غبيه عابد، وسير قرا شويه على الثوب نتاع بزو، سير قرا شويه، قلب في جوجل، قلب شويه الثوب نتاع بزو، قلب على الجلابه البزيويه كيفاش كتصاوبوا، كيفاش كتباع وكيفاش كتخدم. سمعت اخو الزيع زين. انا ما نحبش نحكي على امور كيما هذا بونيف دابا، هذا ملي قال له تقيات سونغولي بونيف، هذا صحفي، هذا رئيس التحرير قال لك، هذا رئيس التحرير مكلف بالدفاع على الصوره نتاع الجيري. باش نحكي على امور كيما هذه، بصح راني بصح راني نرد عليهم برك، قال لك الشيخ، قال لك السبون كي يستقبل الرؤساء، شوفوا قال لك فاش يستقبلهم. قصر الرئاسه الجزائريه اللي يعد تحفه فنيه، فيه المنمنمات، فيه الزليج الاجمل في العالم الذي صنف في هيئه الامم المتحده في البنود. واسال رئيسة إيطاليا التي دخلت. خلي الرئيسة إيطاليا من بعد. يا قزيع بن كنزيع، أنا غنتكلم معك بكل موضوعية وعلمية. أنا لم أقل أن ذاك اللوحة ماشي فنية. هذيك اللوحة اللي في قصر المرادية لم أقل أنها ماشي فنية، هذيك لوحة فنية، هذاك إنتاج حضاري فني. بالهريت الراه اللي كنهضر جديا دابا، كنهضر علميا، هذاك عمل فني ولكن ماشي ديالكم. هذا اللي ما تفهمناش فيه يا غبي، ماشي ديالكم. هذيك الخدمه ديال الطبلاط ولا البلاط ولا سميتو، ديال الباي والداي والجاي والزاي والكاي والفاي التركي. هذاك النوع تاع الخدمه تركيه ما فيهاش نقاش. هذوك الرسوم ماشي ديال الجزائر. انا لو قلت لك بان الزليج اللي كاين في القصر الملكي مغربي، غادي نمشي نجيب لك السقايه في وسط فاس، وغنجيب لك السقايه في وسط مراكش، وغادي نجيب لك بنايه عاديه شعبيه في وسط الرباط، وغنجيب لك مطعم في وسط اكادير، وغادي نجيب لك اوتيل في تطوان عندهم داك الزليج. الزليج الفاسي المغربي، الزليج اللي زليج، اما داك الشيء عندكم راه ماشي زليجه الغبيه العبيط، مازال ما بغيتيش تفهمها، مازال ما بغيتوش تستوعبوا بان داك الشيء اللي عندكم سو ني با دو زليج، سو ني با دو زليج. يا علم الاجتماع نتاع الويل، سيراميك، كارلاج، لوصا، سميها كي بغيتي، ماشي زليج. هذاك راه مازال ما بغيتيش تفهم يا غبي يا عبيط بان الزليج اللي زليج كيتنحت حبه حبه، وفيه انواع ديال الاشكال، شكل كيتنحت كل حبه بوحدها وعاد كيتركب بحال البازل يا غبي يا عبيط. وما عمرك غتعلم ديرو في ذاك الجزائر نتاعك واخا تجيب 77 مليون معلم. انت كتكلم على الفايانس ولا الكارلاج ولا السيراميك، سميه كيما بغيتي، ماشي زليج. وهذاك انا ماشي قلت لك ماشي فن، هذاك فن، لان اي تشخطينه راها فن، اي رسمه راها فن. زوينه ما قلناش لا، داك الرسمه زوينه، ولكن واش بلاصتها قصر المردايه، قصر نتاع الرئيس؟ لا. سير الحمامات التركيه القديمه وغادي يبان لك بانها عندها نفس الفايانس نتاع الحمامات التركيه، يعني مخدومه بمنطق تركي وبمنطق نتاع حمام. داك البلاصه اللي كيوقف دابا فيها الرئيس كانت حمام واحد الوقت. تفهمنا؟ السؤال يا علم الاجتماع الغبي، جيب لي شي حاجه جزائريه، جيب لي شي حاجه جزائريه عندكم في المراسم التقليديه نتاعكم، ديال الرئيس نتاعكم، البرلمان نتاعكم، الوزراء نتاعكم، الرئيس نتاعكم، القصر ديال الرئاسه نتاعكم، المقرات نتاع الوزارات نتاعكم. جيب لي حاجه جزائريه تما صافي. عاد اجي نتكلم معايا في حاجه اخرى.
سير. إلى القصر الرئاسي وكيف بهت الذي كفر. بهت ماشي بهت يا غبي، يا اللغة العربية نتاع الويل. بهت ماشي فعل سميتو، ماشي فعل متعدي باش تردوا المفعول للمبني المجهول. يا غبي يا علم الاجتماع نتاع الويل. فعل بهت فعل لازم ماشي متعدي باش تردوا للمبني المجهول تقول له بهت. فبهت هكا بهت سعيد. علاش بهت؟ من بهته؟ إلا رديتيه للمبني المجهول، من بهت سعيد؟ الغبي يا علم الاجتماع. فين قريت هو الويل؟ المستوى الجامعة ديال الويل. قال لك حنا عندنا اسكت حسك. فبهت يا غبي، فبهت الذي كفر. زيد. تحل فمك تقصد في الجمال تاع القصر تحل الرئاسي. فمها بسيف، تحل فمها. راه اي واحد بعقلو غيحل فمو. سي نورمال غتحل فمها. واش داخله للحمام ولا داخله للقصر ديال الرئيس؟ راه عرفتي شحال من سؤال تطرح لهاش من عرفتي داك المشكل ديال البانتيوم اللي عندها في الراس. حبس بقات دايره هكذا. اش هاد الزمر هذا؟ فين رانا؟ اش هاد الويل؟ راه شفنا داكشي اللي عندكم اخي جاكيش. شفنا الاستقبالات في المطارات نتاعتكم. راه حتى داكشي ديال موديرن ماشي موديرن. دابا يا تكون غير كان داكشي موديرن نقولوا حنايا عصري، شي حاجه عصريه. راه شفنا الكراسه اللي جلسوا عليهم اللاعبات الجزائر نهار اللي جاو من قطر، نهار اللي ربحتوا داك كاس العرب. راه شفناهم من داك الكراسه اللي حطيتهم فيهم في المطار. هادشي في اش كتسمى هذيك القاعه الشرفيه ياك؟ هذيك القاعه الشرفيه نتاع المطار بقى اجدك. القاعه الشرفيه نتاع مطار الرقم 1 في البلاد. ليماج نتاع الجزائر نحو الخارج. اي واحد غيدخل قاوري اول حاجه غيتسطح فيها هي بوم المطار، ما هو ري بوم ديال هذيك الطبله. هذوك الكراسه، هذوك الباب نتاع الدوله كما قال خي عثمان. الباب نتاع الدوله كتحل الدوله كتدخل كتبان لك الطبله هذه المنصه الشرفيه. حاطين لهم الكوكب بلالي مسكين خوا في يدو بدا كيخبع. دابا كون غير ما عندهمش الفلوس نقولوا الله يحسن العاون. هما يقول لك الفلوس عندنا يعطيوها للبوليزاريو، يعطيوها لمانديليتو، يعطيوها لهادو دابا اللي داك المعارضين ديال الويل، داك طارق ياسين وواحد العابي سميتو العديوي ولا العيدودي واحد الغبي، وداين فلوس على ظهركم وانتم في التالي اللعاب ديالكم اللي فرحكم. ما فرحكم رئيس، ما فرحكم وزير، ما فرحكم شي انجاز ديال الدوله. فرحكم لاعب مسكين سميتو بلايلي وبهدلتوه داك التبهديله ومصورينه في داك التلفازه اليتيمه بداك لا كاليتي نتاع ليماج. دوك الكاميرات مازال تابعينهم بالمسار نتاع الخيوط. معروفه الصوره هذه. قال لك شنو تقول مجهوله يعني. السي ابرطوش هذا قال لك القصر الرئاسي تاع الجزائر حمام. القصر الرئاسي تاع الجزائر حمام. قبل ما اليوطي هو يسني له بالاحمر ويدير له بلاد. لا بلاتي يا سي قزيع بلاتي. وسير قراو شنو قال اليوطي الله يهديك اصاحبي. سير قراو شنو قال اليوطي قال ملي جينا للمغرب جينا لقينا بلاد، لقينا دوله، لقينا اونتيتي. قال لكم ملي مشينا للجزائر لقينا الدعوه مترعه، لقينا الدواور ولقينا صافي ولقينا عباد الله عايشين هايمين. هادشي اللي قالوا اليوطي. سير قراو شنو قال اليوطي على البلدين، الفرق بين المغرب والجزائر في الدخول ديال الفرنسي. وشنو قال اليوطي يا غبي يا عبيط؟ قال لك لقينا ارض الخلاء فيها البشر مترم، باستثناء بعض لي زونتيتي هكذا بحال القبائل اللي كانت فيها المعالم ديال واحد لونتيتي ديال نقولوا حنا شغل المهم ماشي دوله ماشي كذا، ولكن كانت القبائل وكانت النواحي نتاع مزاب غردايه وما الى ذلك. اما بين الجزائر العاصمه
وهاد مزاب وهاد تيزي وزو وهاد الشيء نتاع سميتو نتاع الغرب الجزائري، عفوا الشرق الجزائري، ما كان والو، كانت الدعوه مدرعه. هادشي راه قالوا اليوطي اللي دابا راك تهضر عليه. اما بالنسبه للرايه، نتوما راه درتها لكم ايميلي وصافي يا صاحبي، راه ما يمكنش انت الرايه ديالك دابا دارتها لك ايميلي اليهوديه الفرنسيه. كنقولها من باب المعلومه ماشي من باب شي حاجه. سي اون فرونسيز هي اللي دارت الديزاين وتيسات لكم داك سميتو وصافي يا بن عمي. ما تحاولش تلعب فيها شي كوره صاحبي. زيد علمتي عنده اكثر من 3 ولا قرنين او 3 وهو موجود هذاك القصر هذاك قبل ما يدير له اليوطي منذ 60 سنه بلاد. هذاك البرتوشي الاعمى هذاك. دابا البرتوشي الاعمى، دابا انا برتوشي الاعمى. شوف انا كنقول لك الدكتور صاحبي، انا كنسميك الدكتور فارس ولا فراس ولا شاكر ولا انت كتقول لي ها ماشي حشومه عليك. دابا انت هذيك 200 سنه ولا كذا كذا دارتها لكم العثمانيه، دارها لكم كرغل بن بورغل وكتفتخر بها قزع. ها كتفتخر بها. سير شوف صاحبي المعالم نتاع فاس هذه 500 سنه 600 سنه 700 سنه. مراكش قصر الكتبيه، عفوا الجامع الكتبيه، قصر البديع في مراكش. ها انت دارها لك سنبل اغا، تحياتي امازيغيه، دارها لك سنبل اغا كتفتخر بها 200 سنه. ها سير اسمع، قرا سير كتب على قصر البديع، كتب على لودايا، كتب على لودايا وسميتها يا ربي انا ما عنديش تخصص كاع زعما بزاف هذا الشيء ديال المآثر التاريخيه، كنعرفش فيها بزاف. وشاله والمناره وزيد قال لك والهندام وقال لك ما عندهمش كي هما كي العسكر تاعهم باش يستقبلوا الاجنبي. يسمى اللباس تاع الحرس الجمهوري اللي شوف فيه هذا السيف باللباس التقليدي هذاك كل عام ما كتعبرتوش. هذاك ماشي تقليدي جزائري، هذه ما بغيتيش تفهموا صاحبي. هذوك اللي في البيبان ديال المردايه، اللي في البيبان تاع مردايه ما لابسينش لباس تقليدي يا صاحبي. وإلا كان تقليدي راه تقليدي ديال تركيا وديال السلاجقه وديال البنادقه وديال راه شفناهم صاحبي. شفنا الموسيقى السلتيه بداك سميتو داك المعزه ديال اسكتلندا عندكم. شفنا السراول ديال السلاجقه، شفنا هذا الفوقاني نتاع البلاجقه، شفنا الطربوش نتاع الفشاقيق. ما كاينش شي حاجه جزائريه يا جدك. تما الكراكو مع البانيا مع سلجوق مع بولجوق، ما تماش شي حاجه جزائريه. ها اللي خصكم تجاوبوا للشعب نتاعكم، الدوله نتاعكم، النظام نتاعكم، غير باش تفهموا باش تقولش سعيد راه كيكرهنا. ماشي ما عندكمش في الجزائر، انا كنقول لكم عندكم اللباس تقليدي كاين في مناطق معينه من الجزائر، ولكن الدوله ديالكم ما بغاتش. النظام ديالكم باغي يخرجكم، النظام البومدياني ديالكم ما بغاش يربطكم مع الحقيقه نتاعكم كجزائر. بغى دائما يحسسكم بانكم جايين ضياف، بانكم ماشي ولاد البلاد. النظام نتاعكم هكا داير هكا. كاع العقليات دابا اللي تما، دابا اش من عقليه عندكم دابا تما في الجزائر؟ عندكم العقليه ديال سميتو الامازيغ جايين من بلغاريا. ماذا يعني هذا؟ كيقول لك انت ماشي جزائري، انت جاي من بلغاريا. والعرب منين جاو من الجزيره العربيه. زيد والاخرين الكراغيله من تركيا. زيد والاخرين اللي مع فرنسا. ايوا شكون الجزائري؟ ما كاينش. هذه هي السياسه اللي دار لكم بومدين، ودابا تابعها تبون تاعكم. كيقول لكم انتوما هاد البلاد هذه حتى واحد ما منها. اوكي ربطها لكم دابا مع هاد الشيء نتاع الزليج وهاد الشيء نتاع القفطان باش يقول لكم راه حتى المغاربه راه داروا تما استعمروكم المغاربه. يعني الجزائر مسكينه ما عندها حتى حاجه نتاعها والو. بين لي حاجه جزائريه حقيقيه كاينه عندكم في المراسم نتاعكم، كايناش. كنتحداك يلا كنتحداك جيب لي شي حاجه جزائريه محضه كاينه في ولاد نايل ولا
ولا كاينه في القبائل ولا كاينه في مزاب ولا كاينه في الشاويه ولا كاينه في الغرب الجزائري في وهران ولا كاينه عندكم في المراسم ديالكم الثقافيه. ما كاينش، ما كاينش. الدوله نتاعتكم كدوله ما فيهاش، صافي. ونهار اللي بغيتوا ديروا شي حاجه بانت لكم في المغرب وانتوما، وهذا الشيء خطير جدا. دابا انتوما شنو كيتسحاب لكم؟ دابا انتوما النظام نتاعكم الغبي في هذه ال5 سنين هذه، هذا الهجوم على القفطان وعلى ما يسمى بالمشترك وهادشي تاع الزليج وكذا، داك التخربيق ديالكم، بغيتوا زعما تقنعوا راسكم بان داك الشيء راه ديالكم، ولكن ما لا تعرفونه هو انكم يعني كتاثروا على العقليه الجزائريه بانها مستعمره من طرف الثقافه المغربيه. خطير جدا هذا، انا نرضاها لك ابن عمي والله العظيم. صرتم يوما بعد يوم تثبتون انكم مستعمرون من طرف الثقافه المغربيه. الدقه المراكشيه، سميتو العماريه، القراقب، العطريه، الطاجين، الزليج، القفطان، الجلابه، استعمار مغربي للجزائر. الثقافه المغربيه تستعمر الجزائر ابن عمي. النكافه لا، الكسكس لا لا لا. وشويه الاخوه ما نقولوا الحقيقه كما هي. الكسكس قديم امازيغي ابن عمي، شمال افريقيا ما فيهاش نقاش. الكسكس ما فيهاش نقاش. الكسكس ابن عمي من ليبيا، من سيوا حتى الكناري، نفس المنطق ديالكم، غير كل واحد كيفاش كيدير السكسو ديالو. السكسو ديال المغرب بعيد على السكسو نتاع فاس، بعيد على السكسو نتاع تونس، ماشي بحال ومن داخل. اما الطاجين ابن عمي ما فيهاش نقاش ديالنا ابن عمي. لا الطاجين سلاوي ابن عمي. واخا سير اخي الدكتور اجتماع، سير علم اجتماع، سير. ما يشوفوش اللباس التقليدي تاع الجيش الجزائري، فهمتني؟ هذاك ما يشوفوش يعمى عليه وتبون لي. راني شفتو يا قزع بن كنزع، راني شفتو، راني قلت لك. السروال نتاع كرغوليستان، هذه الفوقانيه نتاع البانستان، هذه القلنسوه نتاع كلنسويستان، يعني فونافيريان دالجيري والو. زيد لابس كيما هو، كيما رئيس تركيا، كيما السيسي، هذو كامل بالنسبه ليه هو. شوف النموذج عنده دابا، النموذج عنده هو تركيا والسيسي. ما يقولش اودي خص يكون عندي النموذج انا مثلا ديال بريطانيا، اليابان، العربيه السعوديه، الهند، الصين، الامم اللي عندها هم نتاع ليدونتيتي نتاعها، كيفاش كتبان في الطقوس نتاعها، في البروتوكول ديالها على المستوى الرئاسي، على مستوى الاستقبالات، على مستوى المحافل الدوليه اللي كتستقبلها، كيفاش كتبان ليماج. زيد ما عندهمش حضاره. قال لك لانه الجزائري ماهوش متصالح مع التاريخ تاعو. تبارك الله تبارك الله، عشنا وشفنا. ماشي الجزائري اللي ما متصالحش، النظام ديالكم والاعلام نتاعكم والتعليم نتاعكم والبروباغندا اللي مصنوعه في هذا الهيلومان ديال الدوله نتاعتكم ما باغياش الجزائري يتصالح مع التاريخ نتاعو. ما باغياش الجزائري يتصالح مع التاريخ. وراني قلت لك يقنعون الامازيغيين انهم ليسوا جزائريين، كيقولوا لهم انتم جيتوا من بلغاريا، انتم فينيقيين. كيقولوا لهم يعني اقدم تواجد بشري ناطق في الجزائر هو الامازيغي. ما كاينش ما قبل الامازيغ، ما كاينش مزيان. هاد الامازيغ اللي هما كذا كيقولوا لهم لا، نتوما ماشي من هنا. يعني كلنا رانا ضياف في هذه الجزائر. اللي جا من اليمن جا من اليمن، اللي جا من الحجاز جا من الحجاز، اللي جا من بلغاريا جا من بلغاريا، اللي جا من فينيقيا جا من فينيقيا، كلكم ضيوف هنا. كاين شي قطع ديال الارتباط اكثر من هذا؟ اقول لي دابا انت السياسي، اقول لي دابا انت دكتور ديال علم الاجتماع، حين يوهمك نظامك بان الامتدادات نتاعتك يا اما عربيه او فينيقيه او بلغاريه او فرنسيه او تركيه، ما الذي بقي من جزائريتك؟
ما الذي بقي من جزائريتك حين يوهمك نظامك على أن الجزائريين إما أتوا من اليمن أو من الحجاز أو من بلغاريا أو من لبنان أو من فرنسا أو من تركيا؟ حين توهم بهذه سميتو الارتباطات مع جدودك في هذه الدول هذه، ما الذي بقي من جزائريتك؟ حتى وزة، حتى حلوة، وسنطك مشاعر الاجتماع نتاع الزفت. زيد. السعيد أبرطوش رجع عنده التحليل التاريخي لنفسية الشعوب يا دين الرب. تخصص. شوفوا نوصلوا. السيد قال لك لانه الجزائري مش متصالح مع التاريخ، شغل زي ما حب يقول الجزائري يستعر بالتاريخ تاعو. تبارك الله. جعلتم الجزائريين يستعرون من تاريخهم، جعلتموهم يقولون نحن بلغار، نحن فينيقيون، نحن عرب، نحن كرغوليين أتراك. أليس هذا يعني اش غنسميها؟ هاد الشيء زعما ماشي حشمانين من اصولهم ومن بلادهم؟ نعم، حشمانين من بلادهم، حشمانين من بلادهم تو سامبلومون. زيد. بارك الله. يبدو قلت لك انه الضربه نتاع لي سيبورتير الجيريان زعزعتهم. لي سيبورتير الجيريان رجع ليا بان لي سيبورتير الجيريان خرجوا للشارع باش يفرحوا بفوز جنوب افريقيا. اجي البارح جنوب افريقيا ربحات ياك، شفتوا ما خرجوش؟ شفتكم ما خرجتوش باش تضامنوا مع جنوب افريقيا التي جابت العز في محكمة العدل الدولية واللي دعات اسرائيل؟ البارح ما دعاتهاش. البارح ما كانتش داعيها في العدل اللاهاي؟ ولا نسيتوا فلسطين؟ مسكينة فلسطين سواها. باش تعرف الامر ما عنده علاقه لا بفلسطين لا دابا شكون اللي معقد؟ الدكتور ديال علم الزعت، الدكتور نتاع علم الغباء. قول لي شكون معقد؟ شكون اللي معقد؟ شكون اللي مريض؟ واش اللي كيستغل القضيه الفلسطينيه باش يصرف واحد الفعل همجي، ماشي فعل، رد فعل همجي غبي تجاه الخساره نتاع الجار ديالو؟ قول لي الله يرحم ليك الوالدين، دابا علاش ما خرجتوش البارح؟ علاش ما خرجتوش البارح تفرحوا مع جنوب افريقيا، مع الابطال اللي دعاو اسرائيل في العدل اللاهاي؟ ما بقاتش كتهمكم فلسطين يا الربعه ديال المنافقين؟ نسيتوا فلسطين وغزه يا الربعه ديال المنافقين؟ خرجوا، وملي غتأهل النهايه خصكم تخرجوا، وملي غتجي الكاس خصكم تخرجوا. اذا شكون اللي عنده عقده؟ خرجتوا لما خسر المغرب، ماشي لما ربحت جنوب افريقيا. الامر ما عنده علاقه لا باسرائيل لا بفلسطين، عنده علاقه مع المغرب اللي معقدكم، مرضكم، دير لكم الغمه، وجميع الفرحات اللي فرحتوها عندها علاقه مع المغرب. اذا حمد الله وشكروه انه كاينه واحد الدوله جيرانكم سميتهم المغرب، باش تتنفسوا، باش تخرجوا للشارع، لان النظام نتاعكم منعكم من الخروج للتضامن مع الابرياء الغزاويين في فلسطين. منعكم نظامكم وجثم على صدوركم، ويويلكم تخرجوا للشارع، ولا تمنح لكم هذه الفرصة إلا حين يتعلق الأمر بالمغرب. المغرب فقط من يجعلك قادرا على أن تتحرر وتخرج من المنزل إلى الشارع صارخا لعانا سبابا شامتا وتحرق في البذلة الرياضية نتاع المنتخب ديال هذا المنتخب اللي فرحك واللي عطاك الفرصة تتحرر. تخرج للشارع، جدك ما قادرش تخرج تغوت في الشارع، ما قادرش. ما عندكش الأواني النحاسية باش تخرج تتضامن مع فلسطين أو تتضامن مع كافك.
مع القهرة اللي معيشك فيها النظام نتاعك تبونك. وهذه الفرصة تأتيك فقط من الجهة الغربية، من المغرب. الله أكبر على الحق، نسكتوا شوية. إذا نكملوا الفيديو. والمشكلة أنهم يتحدثون فيما لا يفهمون. مثلا تظهر له أنه يجي يقول لك تبون قال، وينسب قول من راسه ينسبوا لتبون. لا بلاتي أبرنوس، إلا كتهضر عليا أنا كنتحمس بهضرتي. أنا قلت مثلا أن تبون قال سأصفي وأحلي 1,300,000,000 متر مكعب من المياه يوميا. قالها في برنامج حواري وقالها في الأمم المتحدة، قالها مرتين. يعني لا يتعلق الأمر بخطأ في النطق أو في التقدير. نفس الرقم عبر عنه في الجزائر وفي الأمم المتحدة. هذه قالها. أنا قلت أن شنو قال الرئيس تاعو. هل كذبت في هذا؟ لا. رئيسكم قال هما يغلبوا كذا، هو يغلب ختو تطختك. هو اللي تكلم على تطختك. الرئيس ديالكم تكلم على المايونيز والماء والزغارت والزيت، وانت دير البيض ودير دي مايونيز. الرئيس ديالكم هو اللي قال اول مره غادي نديروا الزيت في بلادنا. الرئيس ديالكم هو اللي قال لكم لقينا 36 مليار دولار نتاع الفلوس عند عائله واحده او اسره واحده. هذا الشيء لا اكذب ولم اكذب فيه. الرئيس ديالكم هو اللي قال بلا ربي لا تعطي في الطياره. الرئيس ديالكم هو اللي قال والله يوقع، استغفر الله يا ربي. الرئيس ديالكم هو اللي قال جورج واشنطن عطى الكوابس للامير عبد القادر. الرئيس ديالكم هو اللي قال لتبون البوتين سميتو الصيانه ديال استقلال الجزائر. متى كذب سعيد أبرنوس في هذا؟ ناقل الكفر ليس بكافر. انا كنقل الكذوب والكفر نتاع الرئيس نتاعكم والشرك نتاعو والسب نتاعو للذات الالهيه والكذب ديالو عليكم والتشيار اللي عنده في سميتو في الارقام. صافي سير. البارح واحد قال لهم موجود في الدستور الجزائري تقنين الدعارة ومستعد نناقشكم فيه فصل. رجع السيد يعرف الدستور الجزائري. هذا مغربي ويناقشنا هو في الدستور تاعنا، وانه ما عرفتش شكون هذا، وانه الدستور الجزائري يفهم فيه هو فصل وقال لك نناقشكم فيه الدعارة وكذا وابناء الزنا وكذا، وهو على باله باللي هذاك بوني فصاحبي اقسم بالله الا باز كي كيدير يحتمل راسو. والله باز زعما. وهو شوف هو الشخص الوحيد الذي اسمح لنفسي ان اتنمر على شكله. ما عرفتش علاش. لم يسبق لي لن يسمح لي ضميري اني نتنمر على شي واحد في الشكل نتاعو الا هذا مصطفى بوسبير. علاش ما نعرف. ما عرفتش علاش. عنده واحد الفيغوره يعني كتستفزني، يعني ضروري خصني ندي معاه الاثم، ضروري كندي السيئات على ودو هذا المسخوط هذا. وقتاش ما شفتو كندي السيئات كيربح على ظهري ولد الحرام. هاكو نتاع السيئات. كائن صاحبي كائن ما فهمتش الفيزيونوميا ديالو اصلا تستدعي الشفقه. الصوت ديالو، الحركات ديالو، وجهه، الافكار نتاعو، يعني كائن استغفر الله يا ربي. غنقول شي حاجه زيد. لي كلاسي كما رد عليه سفير الجزائر في الامم المتحده كي تكلم له على مراكش، حب يزوق عليه ويقول له مراكش ما مراكش. قال له ونحن نعلم ما هو موجود في مراكش. رد عليه ونحن نعلم ما هو موجود في مراكش. ايش غنقول لك؟ عقل شو هذا دابا. هذا دكتور ديال علم الاجتماع. علم الاجتماعي جدك يفترض ان النقاش عنده يكون فيه بزاف نتاع الموضوعيه. غيتكلم على واحد الظاهره معينه حنا كنقولها لهم. كنقولوا لهم الظاهره هذه راه كاينه طاقته. اقدم مهنه في التاريخ وكاينه، وفي الجزائر ضاربه الاطناب ديالها. وكاين ما يفيد بان الامر صار مستفحلا في الجزائر، وصل لواحد المستوى خطير جدا في الجزائر. هذه المهنه ديال اقود مهنه سبحان الله اللي سمى في عظم.
اقدم مهنه في وبصح اقود واقدم مهنه في التاريخ. هو ضروري خصك مراكش يا عبيط، لو كان تجي لمراكش والله ما ترجع للجزائر، والله ما ترجع لذاك الجزائر. اولا الا كنتي باغي تقرا غادي تقرا في القضيه عياض، الجامعه اللي فيها الجامعه العلم ابن عمي، وتشوف التاريخ وتشوف العبق وتشوف التراث وتشوف الجوامع وتقرا القران وتلقى المسيد وتلقى الكليه ديال اصول الدين وتلقى الكوكب المراكشي تلعب كرة القدم وتمشي لأوريكا وتمشي تلقى القصور، تلقى جامع الفناء، الثقافة الشعبية، الثقافة العالمة، المهرجان تاع السينما، المهرجان تاع مراكش دو غيغ، تمشي تشوف لوطيل نتاع رونالدو، تمشي الى عندك شي فلوس تخسرهم في الكازينو نتاع تما كازينو اللي قلبتي عليه تلقاه يا غبي يا عابط. يعني الامر يتعلق بك انت يا غبي يا عابط. ملي كيمشي شي واحد لشي بلاد كيمشي لفين باغي هو يمشي. بمعنى الا كنتي فقي وسافرتي من مدينه لمدينه في الجزائر الغبيه الدكتور ديال علم الاجتماع الحمار البغل البغل، انت في الجزائر العاصمه بغيتي تمشي لتيزي وزو، اذا كنتي فقي علاش غتقلب في تيزي وزو؟ غتقلب على الجوامع وغتلقى الجوامع، وملي غتجيش غتقول لهم تبارك الله تيزي وزو فيها الجوامع. تفهمنا؟ ولا كنتي استاذ باحث غتمشي لتيزي وزو تقلب على المراكز ديال الابحاث، الجامعات، الجمعيات الثقافيه باش تمشي تبان كمثقف في تيزي وزو، وغتلقى الثقافه وغتجي غتقول لهم تيزي وزو فيها الثقافه. الا كنتي كوايري كره القدم يا غبي يا علم اجتماع نتاع الويل، اش كنقول لكم فوزيت فريمون دي مينابل. الا كنتي كوايري كره القدم غتمشي غتقلب على لي ماتش، غتقلب على الفرق نتاع الكره، غتمشي تلعب مع الجي اسكا. وإلا كنتي سكايري غتمشي تقلب على البيران. وإلا كنتي زماحي غتلقى اللي غيزمحك. اللي قلبتي عليه في أي مدينة في العالم غتلقاه الغبي علم الاجتماع نتاع الويل، وداكشي اللي غتلقاه غتجي تعاودو. إلا كنتي شفار غتقلب على الشفارة، إلا كنتي سكيري غتقلب على السكيرية، كنتي كويري غتقلب على الكويرية، كنتي إمام الجامع غتقلب على الأئمة الجامع، كنتي طالب غتقلب على الطلبة، كنتي باحث غتقلب على الباحثين، كنتي حمار بحالك غتقلب على الحمير، كنتي زماحي بحالك غتلقى الزماحيين. وملي غترجع غتعاود داكشي اللي عشتيه انت بناء على خلفيتك انت، وبالتالي ما تتحدث عنه بخصوص اماكن معينه ليست الا واحد الانعكاس ديال داكشي اللي عندك انت في خاطرك. ملي غتمشي لبلجيكا ولا لامستردام في هولندا، الا كنتي عالم فنان تشكيلي غتمشي تقلب على فان كوخ، غتقلب على المتاحف، كنتي مسرحي غتقلب على العروض نتاع المسرح. وإلا كنتي مكبوت غتمشي دوز على حدا دوك لي فيترين وغتجي تقول لهم انها الرذيله في هولندا، انهم ارذال انذال يستعرضون الاجساد العاريه في الفيترينات. ارى انت اللي مكبوت دزتي لتما، لان هذيك البلاصه ماشي نتاع العلم، ماشي نتاع الجوامع، ماشي نتاع الصلاه، ماشي نتاع. فهمتي يا الغبي يا علم الاجتماع الغبي؟ فهمتي يا الغبي نقريك ولا مازال الغبي؟ الحمار البغل الدكتور ديال علم الاجتماع دلويل. زيد ايوا وشحال كنقري فيهم وما بغاوش يقراو. الدريه الجزائري لانه مراكش هي ثاني عاصمه بعد، لانه مراكش هي ثاني عاصمه بعد مانيلا في السياحه الجنسيه، والاولى في والاولى في البيدوفيلي في العالم. مراكش. المغرب يحتل المرتبه الاولى. نعم، المغرب يحتل المرتبه في الطبخ هما الاولى، في الصحه هما الاولى، في اي حاجه زوينه هما الاولى، واي حاجه خايبه المغرب هو الاول. المرتبه الاولى عالميا في السياحه الجنسيه للاطفال، لا بيدوفيلي. باش حطها مليح في بالك. انا حبيتهم برك فقط. انني قلت لك
المشكله انه البارحه عند المشكله انه رانا نصحوا في اخطاء نتاعهم. انا لحد الان لم نهاجمهم في شيء، لم نقل لهم، رانا نصحوا فقط في الاخطاء نتاعهم. وكي تصحوا وتصفعوا تغيظوا هو، ثم مش من حق انا دابا عاد كنرد البال الحركات ديالو، والله لا زومحي بالله، الجزائري باش يصحح البلاهات والله الا فيه البيكاره بالله. زيد. والتفاهات نتاع مواطنين بلداء كيما هذا. السي ابرنوس صباح دو جور وليت لوندومان. السي ابرنوس، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، وليت السي ابرنوس. ها هو دابا سماني السي ابرنوس. زيد. على بالك حتى هذه عباك واش دار ابرنوس دركا؟ أبرنوس. قال لك الجزائري مش متصالح مع التاريخ تاعو، دخل فيما يعرف وكانه رجع ان بسيكولوج دو ليستوار، دار تخصص اكاديمي خاص به هو، اسمه لا بسيكولوجي دو ليستوار، سيكولوجيه التاريخ. سي ابرنوس رجع سي متخصص أبرنوس. في سيكولوجيه التاريخ. انا غندير لك السيكولوجيه نتاعك انت دابا. كيف تفسر يا عالم الاجتماع ان اثناء في البدايه ديال المداخله ديالك سميتيني ابرطوش 5 مرات، وبعدها انتقلت الى ابرنوس سي ابرنوس 4 أو 5 مرات؟ كيفاش تفسرها انت في علم النفس وفي التحليل نتاع الخطاب؟ انا غنقول لك كيفاش غادي، انا غنشرحها لك ولكن ماشي دابا، من بعد. انا غنشرح لك شنو وقع لك الغبي العبيط. غنولي انا التخصص ديال علم النفس البسيكولوجي نتاعك انت، ماشي نتاع ليستوار. زيد. وهذا راهو مجرد استاذ احمق من يهود الريف، هو قال هذيك المره، قال انا يهودي ولو انه بين قوسين. فوقاش قلت انا يهودي؟ شتي ملي كتغلبهم وملي كتشرشمهم كيبقى لهم كيان الصوص واليهود. شتي ملي كتشرشم، علاش شرشمتيه؟ معاك كيان الصوص. علاش غلبتيه؟ انت يهودي. علاش دعدعتيه؟ انت مدعوم من طرف اليهود. المهم عندهم هذا الشيء ديال كيان الصوص. لان دابا مثلا نهار اللي غيغلبهم المغرب صافا شكرا، نهار اللي كيغلبهم المغرب في شي حاجه، ما يقدروش يعترفوا بان المغرب غلبهم، لا، كيقول لك بدعم من كيان الصوص، بايعاز من كيان الصوص، تنفيذا لاجنده كيان الصوص. فهمت؟ ما يقدرش يستعرف بان المغرب شرشمو، لا ما يقدرش. شالوم نيزو، تحياتي فيفانا. انا ما عادش نسب اليهود لانه يعني الصهاينه هم. لا هو انا ملحد، انا فيها من عندي. لا ما يهمنيش فيه والله. اش قال له الاخر؟ قال له ملحد. واتفقوا دابا صاحبي، اتفقوا. يعني دابا انتم عندكم مخابرات عطاتكم 2 اخبار مقلوبين، واع مخابرات عندكم، ها ما جابوا لكمش حتى خبر مسكد، واش يهودي ولا ملحد؟ واحد النهار قال لهم بونيف، قال لهم هذاك ملحد، وقال لهم كيضرب مو. دابا الطريقه الوحيده باش يعني ما عرفتش الطريقه الوحيده باش يبعد مثلا الناس ديالو على الخطاب نتاعي، يعني باش يكرههم فيا، باش انا يكرهوني هاد الاتباع نتاعو، هاد العباط المبردعين. شنو هي؟ قول لهم راه ملحد. هذا قال لهم راه يهودي، ومازال ما اتفقوش دابا. المهم ما علينا. زيد. صدقني حتى الالحاد، نو اسمح لي، الالحاد لازمته ثقافه كبيره وعاليه ومستوى. احمق كيما هذاك ماهوش ملحد، مستحيل. الملاحده لا يريدون حمارا من ذاك المستوى الشيخ. الملاحده يتبرؤوا من وعلاه الالحاد يطايش. الالحاد راهو يجي عن معرفه، الالحاد راهو ايمان. الالحاد كيجي عن معرفه، الالحاد ايمان. دابزو مشكله. هذا دابا ملي كيقول الالحاد كيجي عن معرفه والالحاد كيجي عن ايمان، ما يكونش هو اللي ملحد؟ داكشي علاش تقاس، داكشي علاش مشى كيبرر شنو هو الالحاد. هي واحد الملحد. علم النفس ديال الخطاب ابن عمي. انا كندير معاك التحليل تاع الخطاب، انا كندير معاك التحليل تاع الخطاب، نعطيكم الكارانتي هاد خونا هذا ملحد لسببين. السبب الاول لانه قال على ان الالحاد كيجي عن ثقافه وكيجي عن ايمان، بمعنى انه مثقف
يعني حتى هو راه من ذاك النوع وكيدافع على ذاك النوع. والسبب الثاني هذا من عندي انا، هو ماشي مثقف، لان المثقف مستحيل يلحد. ملي كيوصل الانسان لواحد المستوى ديال الوعي كيولي مؤمن جدا، وكيكون عنده الايمان بالله سبحانه وتعالى معزز بطريقه ما تقدرش تزعزعها، لان كيكون ايمان عن علم، عن ادراك. الغبي العابط، انا مثقف غيغنوا، الله اخويا مثقف بالله. شتي داك الثقافه ديال انني، داك الثقافه ديال البسيطه، داك الثقافه ديال الحياه، فهمت؟ ماشي الثقافه ديال تشومسكي وقد قال ونتقي عليك انا 4 الكلمات ديال ادونيس. وشنو قال درويش في واحد القصيده: لا شيء يعجبني، انا النرد، انا البرد، انا الصمت، آت من تحت ابط النورس الخالد في. لا انا بالدارجه رحم قصيده ولدكم. انا ما حاكم ما مثقف، خليونا نديروا شويه الحرب النفسيه على بنادم، مالكم دايرين هكا؟ شمن مثقف شمن حاكم شمن زاد. انا سعيده برنوس الطلقه تسرح. شمن مثقف شمن حاكم شمن انا هيك كندير شويه الحرب النفسيه على بنادم. واش من نيتكم؟ زيد. فهمتني؟ الالحاد راهو عقيده وراهو دراسه وراهو دراسات كبيره وراهي ناس تفلي في الورق. هذا مجرد استاذ ابله. مشات السياحه للجزائر، شتي دابا هذا الموضوع دابا كيفاش؟ ونساو الجزائر، نساو الثقافه ديال الجزائر، ونساو الاوراس، نساو الحضاره الجزائريه القديمه، نساو ماسينيسا، نساو اكسيل، نساو الشاويه، نساو مزاب. مازال جاو عند ابرنوس دابا، واش ملحد ولا يهودي؟ شوف لي على شوف لي المثقفين تاع الجزائر صاحبي. والله العظيم. في كاس العربيه كان يحلل ويضحك شويه، ومن بعد تحول من تحليل بعد ما داروا الهدف البلايلي هذاك، دار لهم الهدف هذاك، تحول الى انه حاب الجزائر في مقابلتين، ومن بعد كي دخلوا في التطبيع وفي المسار نتاع سباب الجزائر تحول. واش داروا له؟ عيطوا له من منطقه الريف وين كان مرمي في واحد. بلاتي هذه بلاتي ما تدوش هذه بلاتي، خليك من بعد. دابا هذا اول مره غيتفرج فيا، تفرج فيا في كاس العرب. كنت كندير بحال هادشي نتاع كاس افريقيا. دابا الماتش كان كيربح شي واحد، كندير شي طنزاك دا من هنا من هيك دا. ولكن قبل كاس العرب انا درت ملي كانت كاس افريقيا، هذا اكتشفني متاخر، فهمت؟ وقبل كاس افريقيا كنت كندير فيديوهات اخرى، وقبل هذوك يعني هذا اكتشفني متاخر، وبالتالي بنا هو المنطق ديالو على هذا الشيء. زيد. وشنو قال لك ملي وقع التطبيع عيطوا لي انا سعيد برنوس، عيطوا له من الريف قالوا له بلاتي دونك دوماج الفيديو ما كاملش. زيد. وفي المسار نتاع سباب الجزائر تحول. واش داروا له؟ عيطوا له من منطقه الريف وين كان مرمي في واحد المدرسه فما في الريف، وعيطوا لي الرباط. دابا هذا الفيديو مقطع، عيطوا لي فين كنت انا مرمي، وعيطوا لي الرباط. نرجس عندها اللايف، راه هي اللي مصيفطه لي هذا الفيديو، ومصيفطه لي هكذا هذه المرصوصه صافي فقط. وقف انا. دونك تحياتي نرجس، شكرا على انك صيفطتي لي. قال لك كنت مرمي في واحد المدرسه في الريف، ودخلوني للرباط. وقال لهم غادي نبقى مقابل باش نبقى مقابلهم هما، فهمت؟ دخلوني يعني ضروري باش تقابلهم هما خصك تكون في الرباط. باش دير فيديو تاع الجزائر وكذا خصك تكون في الرباط قريب من المعلومه، فهمت؟ خصك تكون خدام مع المخابرات جدك، خصك تكون في تماره خدام مع السي بونمر. بونمر هو الشاف ديالي. خدام عند الدكتور بونمر، والله العظيم بالله الا مشكله بالله. ترى والله العظيم الا مشكله الناس هادو. مشاو من بعد، مشاو جبدوا القضيه ديال العائله ديالي، الاسره ديالي، واش عنده الوقت ولا ما عندوش الوقت. وداك النهار ضرباتو مراتو في اللايف. شوف نساو الجزائر والتاريخ والتراث والدفاع على الجزائر. مشاو دخلوه مع ابرنوس كذا، مشاو لداك الفوتوشوب اللي كان دار من طرف الذباب نتاعهم، ولداك اللايف وكذا وكذا. نساو بالماضي، نساو كلشي. قالوا ما برنوس نيش راه كيعاود والله العظيم. اش غدير والله العظيم. حنا كنبغيو نتواضعوا الاخوان، كنبغيو نتواضعوا. انا كنت على راسي كنبغي نتواضع وما كيخليونيش نتواضع. اذا دابا غادي نرجعوا لهاد النقاش اللي تحاول ديروا هاد النخبه هذه التيك توكيه نتاع الجزائر.
هاد الدكتور فارس وهاد مليط وهاد بونيف وهادوك الاخرين داك صحاب توتو عمي بوعلان، قلب الاسد، بيستاش، الجبهه، يعني واحد الفشل ذريع جدا. انا نقول لكم الدليل، الدليل هو انه في الايامات اللي كانوا المغاربه متشادين مع بعضياتهم، هذه واحد شهرين عاقلين، المهم ما تقدرش تنساوها، هذه شهرين ونص، ملي كان داك المشكل بدا مع اسعد الشرعي وداك شد عليا نقطع عليه كل لايفات، نسيناهم في واحد الوقت. انا ما نسيتش، انا كنت مره ما كنساش، نهار يومين كان، ولكن كانوا اخواني نساوهم، هاكا تاع الاخوان نساوهم كاع. ومع ذلك ما قضوا والو، خداو شهرين تاع الروبو، شهرين تاع الروبو هكذوك وما قضاو والو، باش تعرف بان الامر فعلا عندهم مضعضع لواحد الدرجه اللي ما تصورش. ورده مرحبا بنت عمي مرحبا. دابا كملها وجملها هاد وزير الاتصال اللي تكلم ذاك النهار، وزير الاتصال ملي تكلم راه الامر لا يتعلق فقط بتصريح شارد لان شي اخوان مغاربه ما كيعرفوش ذاك الوزير، اخوتي المغاربه، لان شي وحدين مغاربه شافوا ذاك الوزير تكلم بذاك الطريقه تسحب لهم راه الناس داروا عقلهم. لا بن عمي، ولا داك السيد زعما راه كيتكلم خارج السرب الحكومي ولا يتحدث بعقلانيه، هذيك وصلت بهم الشوهه العظم من الاخر. وصلت بهم الشوهه العظم، يعني وصلت تقارير بان الامر فعلا فيه تشويه، لا ماشي تمويه اختي امزيغيه، لا دابا فعلا غادي يديروا مراجعات، ماشي زعما مراجعات اخلاقيه ولا مراجعه، لا غيديروا مراجعات لانهم فعلا وصلوا لواحد النيفو ديال ان الشوهه ديالتهم ولات بجلاجل وفلافل في مختلف الاماكن في العالم.